عن الجائزة اللي هي 2021 حصلت فيها على أفضل نحات عربي. كيف بدأت القصة وكيف وصلت؟ هي برنامج في لندن يعمل مسابقات سنوية بالاشتراكات، ودخلت بعمل كنت عملته في مدينة الرياض لمؤسسة مسك الخيرية التابعة لسيدي صاحب السمو ولي العهد، ونال هذا على استحسان لجنة التحكيم، والحمد لله انه حصلت على الجائزة. تستاهل اكثر يا ابو انس. انا شايف هذا العمل الحقيقة مميز وفي لفتة جمالية، بودي انه ناخذ شوية في موضوع الوصف ان سمحت لنا. الفكرة عندما تقرأ آية في القرآن والمصباح كالزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، تلخص عندي هذا الموضوع بأن أعمل ذلك المصباح بشكل تجريدي، وأهتم بشجرة الزيتون بأن تكون الحروف العربية التي يستخرج من زيته زيت شجرة الزيتون الوقود، وجعلت الكوكب الدري في منتصف العمل كجوهرة، والحمد لله رب العالمين أن توفقنا في التصميم، وها هو الآن أمامكم تحكمون أنتم عليه قبل أن أنا أتكلم وأحكم عليه. فكرة أكثر من مبدعة، يعني فكرة الحروف إنها تحاكي الشجر، تدور جميعها في فلك الله الله الله، فلك الجمال والإبداع. طيب بالنسبة للمواد المستخدمة، تختلف المواد المستخدمة التي أنا أعمل عليها، ابتداء من الرخام، الحجر، الستانلس، الحديد، الخشب، مختلف أي خامة، زي ما يقول المثل بالعامية اللي تطيح في يد اشتغل به. وتتوقع أنها تناسب أغلب المدن؟ يعني مثلا لما نتكلم عن الحديد الساحلية يمشي معها الستانلس أوكي المقاوم للصدى، أما بقية المدن ممكن استخدام الحديد ويعيش مدة طويلة جدا، والرخام. كم عدد الأعمال أبو أنس اللي قدمتها أو اللي عرضت في الميادين خلينا نقول؟ تعدت 70 عمل ما شاء الله تبارك الله، ما بين داخل المملكة وخارجها ولله الحمد. أعتقد القسم الأكبر كان في ينبع؟ القسم الأكبر نعم في ينبع. كم عدد المجسمات في ينبع؟ في حدود 33 عمل إما خاب ظني، إيه، وإن يعني ألغي بعضها لا أعلم أين ذهب، ولكن باقي ما بقي منها حيا يتنفس الرطوبة. الله الله الله. طبعا الأعمال موزعة على عدد من محافظات المملكة: أملج، أيوة، ينبع، المدينة المنورة، الليث، الرياض، أبو ظبي، اسمها لواء في منطقة أبو ظبي في لبنان ولله الحمد. جميل، تاريخ مشرف حقيقة، قرب أكثر للجمهور. المتلقي كيف يتلقى العمل الفني؟ على حسب حالته النفسية. عجيب. أثناء تلقيه العمل كل يرى العمل بحالة نفسية حسب ما هو يراها. اليوم احنا سعادتنا لو توصف انه احنا التقينا بقامة مثلك يا أستاذ نبيل، الحقيقة يطول الحديث ولا تكفينا المجلدات ولا اللقاءات ولا اللحظات انه احنا نقف على تجربة مبدع من مبدعينا. للأسف الشديد احنا الإعلام مقصر شويتين، لكن تظل الإعلام والتسويق الاثنين مقصرين. نحتاج إلى المسوق قبل الإعلام يا سيدي. أنت يتحدث عن لأنه إذا نزل العمل في الميدان الإعلام حيجي يصوره. تستاهل كل خير وتستاهل أكثر من حملة للإعلام والتسويق والوقوف على هذه التجربة. الله يسلمك. شكرا يا أبو أنس. شكرا يا حبيبي.